هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. يتجدد لقاؤنا بكم في هذا المساء عبر ساعة بثنا ليوم الأربعاء 9 من يوليو، والموافق 11 من شهر رمضان المبارك، جعله الله للبلاد والعباد شهر خير وبركة. تستمعون في مستهل الساعة إلى تعليق تحت عنوان بولونيا بداية انكسار القيد، ثم لقاء مطولا أجرته الزميلة آمال علي تستضيف فيه الزميل الصحفي جمال همد والناشط الحقوقي رضي عيبو، وسأرافقكم أنا صلاح محمد زين عبر هذه الساعة، راجيا لكم متابعة طيبة. حق خي مصل مستدقاقم يكي مصل مستدقاقم تورق النواين بيتو زملاء حول مينو والراس زخلقو حلنا خبيرو نسقا زلخي تكالي ديزل كيبنا يبلكن حنخي نجم كم سبرا تقور حي تفترن نخعبو بدلو ما حبي سعانا نقو كاب كلو تفترو مريتو ساخدو نعخ سكي مطار عطا جزي دهم سعالبو سبح مقالو يما خملو جزي حاسمو نالس يما رلالو حباب الجزي أفو حتمو ودسب زبدلو حيتسكم صوت المنتدى. بولونيا وبداية انكسار القيد. بدأ القيد يتكسر، ومن يشك في ذلك فليسأل التاريخ البعيد منه والقريب. لشهور عديدة انشغلت وزارات وسفارات العصابة الحاكمة في إريتريا للإعداد لمهرجان غنائي بمدينة بولونيا الإيطالية، وتقنت بالإنجازات الماضية للشعب الإريتري على الحضور المختطف ذهنيا وعاطفيا أو بمصلحة ضيقة. وكما يقال الاستعانة بالماضي دلالة ضعف الحاضر، واعتبرت ذلك إنجازا. وللعين الفاحصة
كان ذلك مؤشرا حقيقيا لحالة الضعف والرعب التي تنتاب العصابة جراء تنامي الوعي الشعبي وتبلوره على هيئة فعل منظم. ففنانو السلطان رغم أدائهم الساحر لم ينقذوا من قبل عتاة الدكتاتوريين. تستطيع أن تكذب مرة، وقد تستطيع أن تخدع مرات، ولكن ليس كل مرة، فكل دور إذا ما تم ينقلب. نعم، تضخم المهرجان فولد فأرا. إذا غنى هذا الفنان أو ذاك ذات يوم للحرية لا يعني بأنه يغني لها دوما. الحرية كيان قائم بذاته له شروطه ومواصفاته، غير مرتبط بالأفراد سواء سياسيين أو فنانين. ومن هنا الدعوة لضرورة تحرر العقل، فالإنسان عرضة للتغيرات جراء نقص المعلومة أو المصلحة والتعود والحب الأعمى وغيرها من أسباب الضعف البشري. كما أن المسألة في هذه المرحلة وخاصة للقوى المحركة للمشهد تجاوزت ضبابية الرؤية إلى اصطفافات واضحة بين معسكر الحرية ومعسكر الاستبداد. فلمصلحة من الهتاف للطاغية الدموي؟ القضية لم تعد محصورة في هل أنجز أم لم ينجز، رغم أن الشعب لم يكلفه بشيء. القضية مرتبطة بآمال شعب في الحرية التي قد مهرها لعقود من الزمن بآلاف الشهداء. المسألة مرتبطة بسرقة حلم شعب في الاستقرار والنماء والعدالة والديمقراطية، كما أنها مرتبطة بجرائم اغتيال أناس، وأي أناس ذنبهم الوحيد مطالبتهم بتحقيق دولة القانون. هؤلاء الذين تم قتلهم ليسوا كائنات من المريخ، ولا هم بالصراصير ليتم طي أمرهم بمهرجانات الصراخ والهستيريا. شعبنا وفي والدم عنده غال. تحدث زمار العصابة اسملاش منتشيا وكأنه اكتشف كوكبا آخر، حيث قال: بولونيا معجزة الحب الوطني والوحدة. نعم، قال الوحدة، وحاول تأكيد قوله بصورة التقطتها كاميرا يقف خلفها عقل متآمر. والحقيقة أن المشاركة في المهرجان كانت من لون أريتري واحد، هكذا حاول حجب الشمس بيديه. نعم، بولونيا مدينة جرت فيها أنشطة داعمة للنضال الإريتري، ولكنها ليست المحطة التي تمثل كل شيء، وليست المحطة التي تمحو ما قبلها وما بعدها. ماذا عن الريف الإريتري الذي حضن الثورة الإريترية بأجساده وممتلكاته وثروته واستقراره؟ ماذا عن أسر الرعيل الأول والرعيل الثاني؟ ماذا عن المدن السودانية التي التأمت في لياليها اجتماعات الإريتريين منذ الخمسينيات وحتى مجيء بولونيا؟ إن الجبهة ماتت لمن جردها في شخوص وانحرافات، والشعبية ماتت لمن جردها في شخوص وانحرافات. ولكن النضال الشامخ الذي تم من خلالهما هو للشعب الإريتري، وستبقى هذه النضالات وللأبد مفخرة لكل الشعب الإريتري، مشكلة هويته ووجدانه وثوابته. أشار يماني قبرآب في كلمته بالمهرجان بأنهم بصدد التمسك بقيم الشعبية. يجيء هذا الحديث بنبرة عالية، رغم أن العصابة ظلت لأكثر من عقدين من الزمن تنتهك تلك القيم ميثاقا وتنظيما. اليوم بعد أن تعرضت تسعى في محاولة بائسة للبحث من جديد عن الشعبية كحاضنة، نقول قد فات الأوان. فمحاولة إحياء نعرات شعبية وغير شعبية غدت فاشلة. الشعب الإريتري فطن للأمر وتوحد ضد الاستبداد. لا تختبئوا خلف شعارات الشعبية التي مزقتها أفعالكم. الشعبية كانت النصر للجماهير، وأنتم قمتم بقهر الجماهير. الشعبية كانت للعدل والديمقراطية، وأنتم على رؤوس الأشهاد قمتم باغتيال العدالة والديمقراطية. هذا باعتبار الشعبية رؤية وبرامج ومقررات. أما إذا كانت تعني لديكم شخوصا ونضال، يمكن محاججتكم في هذا أيضا. أوليس محمود شريف مناضلا ومن الشعبية؟ أوليس هيل درع وعقبة برهاء وصالح كيكيا وبراخي وحامد حمد وإدريس أب عري وبطرس وعبد الله جابر وأحمد الحاج ومحمد علي عمر والقائمة الطويلة للشرفاء الأوفياء لأمانة الشهداء، أليسوا مناضلون
ومن الشعبية؟ ثم ما الفرق بين الشهيد سعيد علي حجاي وفيلبوس من حيث الصلة بالشعبية ومبادئها؟ ألم يجسد حجاي القيم التي ناضل من أجلها في أبهى وأسمى صورها؟ ألم يجسد فيلبوس رئيس أركان العصابة أفعال الجنرال الإثيوبي المستعمر في أدق تفاصيلها؟ وبالأساس لما تقسيم المواطنة على هذا النحو؟ أوليس الشعب الإريتري بكل شرائحه وتنظيماته من أحرز الاستقلال؟ ألم يولد الجميع من رحم الجبهة؟ أم هي عقلية الدكتاتورية لا ترى في الشعب والوطن إلا بقائها ومن بعدها الطوفان؟ نعم، قد صدق التنظير الفكري فيكم عندما قال الدكتاتورية بوابة تمزيق الشعب وانتهاك سيادته، بل وضياع الأوطان، لأنها تعطي الأولوية لمصلحتها. إن هذه المقاربات الهادئة هامة لإظهار الحقيقة، والعمل السياسي ما هو إلا اصطراع حجج نفند من خلاله قوقائية العصابة الحاكمة، وإلى جانب ذلك وبذات القدر تنظيم جهد النضالات الديمقراطية لصناعة القوى الشعبية، لأن الاستبداد الدموي لا يستسلم إلا قهرا. عصابة الاستبداد بعثت بأشباه البشر ممن تسميهم وزراء إلى مدينة بولونيا صحبة كتيبة طبول الزار لممارسة الإلهاء وحشد الدعم لمصداقية آكلت. بهكذا تهافت تعاملت حكومة إسياس مع قلق 369 من شباب إريتريا، في حين أن حكومات العالم ومن منطلق إعلاء قيمة الإنسان نكست الأعلام تقديرا لروح الإنسان وقدسيتها. إنه لأمر عجاب حقا، ولكن كما يقال بطل العجب إذا عرف السبب. فما دفع هؤلاء الشباب لهذا الموت المر هو واقع أمر فرضته عليهم حكومة الاستبداد في إريتريا، ولكونها الجاني سعت لتغطية آثار جريمتها بمهرجان الإلهاء، لكن انتظرها في مسرح الجريمة معسكر الحرية من شباب وشابات شعب إريتريا العظيم ففضح أمرها. فتهانينا لأصحاب الضمائر الحية الذين تحولوا إلى مربع الفعل الميداني المباشر، وسجلوا انتصارا كبيرا لصالح مسيرة الحرية بإقامتهم مهرجانا لقيم الحرية والقيم الإنسانية الرفيعة، وهتفوا بملء أصواتهم لا للديكتاتورية في إريتريا ولا لمهرجان التجشيل والتخدير والخديعة والتشرذم. وعبر الندوات قاموا بتعرية أساليب وسياسات نظام إسياس الاستبدادي الدموي. النصر قادم لا محالة، فمسار المقاومة الشعبية الإريترية للاستبداد في تفاعل متزايد، ومسار الحرية لم تهزم راياته على مدى العصور ولن تهزم. وواهم من يعتقد أن شعب الشهداء قادر للتعايش مع الظلم، لكن هكذا دأب الطقاة لا خط رجعة لديهم، ليس لبطولة منهم ولكن لعلمهم ما صنعت أياديهم، فيستميتون بكل ما لديهم من وسائل للبقاء حتى تزف لحظة مآلاتهم التي يعلمها الجميع. محمد علي موسى. وركن النواين بيتو زملاء حول مينو قراس زخلقو حلنا خبيرو نسقع زلخي تكالي جيزي كيبنا يبلكن حنخي نجم كم سبورا تقور حي تفترن نخعبو بدلو ما حبي سعانا نقو كله تفطرو مريتو زاخمو نعخ سكيموكا عطا جزي دمسا علبو سبح مقالو يما قملو جزي حاسمو نالس يما رالو حبوب الجزي أفو حتفو ودسب زبدلو حي سكمو العلي تعنت كامل كنزب عقميتو بيتا بوي معقل أبو حقر تسقيتو بتخاتي حواتو زي باللهم مطللي بيتو متحرجو بس العرق فعلي سخول لو تكسينو سخخر كيملان كيملي تكال جزير كيما يبل المحل جزير تزارب انتا قربلو سبق عقاق مغني نايتقبلو بعدي تخون المهبئي آدم لو مسكر عطا وطايو وين أبقدا العلي تعنت قامل جنزب عقميتو بيتا بوي معقل أبو حقر تسقيتو بدخاتي حواتو زي باللهم مطلل
بلي بيتهم تحرجو بسرعة فعلي سخولو فتيمو سخخن كيبلي تكال يزير كيما يبدل محل جزي تزارب انت قبلو سبقا خمغني نايت تقبلو بعدي تخون المهدي آدم لو مسكر عطاو طايو وين أبقدا واي قدافو بلنا قزيي حلافيت اليوم حتى زحت صار قمري حتى قدافو حبوكو وخابكم إلو فتاري بلنا مري حبوكو وخابكم إلو فتاري بلنا مري حبوكو وخابكم إلو فتاري بلنا مري صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأسعدتم مساء. نرحب بكم مجددا في لقاء المنتدى، حيث نحاور اليوم الأستاذ جمال عثمان حمد، وهو صحفي ومدير موقع دوليس الإلكتروني، والأستاذ الناشط في مجال حقوق الإنسان ردئي عايبو من لندن. أرحب بكما الأستاذ جمال حمد من أستراليا والأستاذ ردئي من لندن. أهلا ومرحبا بكما، وأشكر لكما قبول دعوة صوت المنتدى. رمضان كريم، وأهلا بك سيدتي، وأهلا بالمستمع الكريم. أهلا جمال. أهلا وسهلا أستاذ أمال، رمضان كريم وشكرا على الدعوة. الله يخليك، يا أهلا بكم. اليوم أود أن أحاوركما في محور أساسي، وهو العمل المعارض والنشاط القائم من قبل مجموعات شبابية ومجموعات معارضة في مجال حقوق الإنسان، والتي شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية. أبدأ معك أستاذ جمال، ونبدأ أيضا من الحدث الأخير الذي شهدناه في اليومين الماضيين، وهو التظاهرة المناهضة التي جرت في بولونيا ضد مهرجان حكومة سياسة فرقي الذي حاول أن يضخم هذه الاحتفالية التي مرت عليها 40 عاما لمهرجان بولونيا. هنا نرى تصعيد عالي من قبل المعارضين الإريتريين في هذا المجال، كيف تراها أنت؟ بداية التهنئة للناشطين والمواطنين الإريتريين الذين تداعوا من كل المدن الأوروبية للوصول إلى ميلانو وإقامة هذا المهرجان الموازي، والذي هو بحق إسقاط لحكومة الحزب الواحد في إريتريا. نعم. خلال ال4 سنوات الماضية أو 5 سنوات الماضية، إذا تتبعنا سيرة منظمات المجتمع المدني وسيرة الناشطين الإريتريين المدنيين في الخارج، يتضح كان في البداية هناك تخريب يعني هذه المنظمات اللي نشأت في تلك الفترة. نعم. تخريب للمفاهيم والتعاريف بتاع منظمات المجتمع المدني، وتغول مباشر من القوى السياسية للعمل في هذا المجال، فهي لم تنجح فيه، وأيضا لم تسمح للناشطين والمدنيين الإريتريين بإقامة هذه المنظمات الفئوية والمدنية لتمارس دورها. الآن يبدو أنه عدد كبير من هذه المنظمات، إذا صح التعبير، نعم، والناشطين استعادوا زمام الأمر ونظموا نفسهم بشكل أفضل وفي أكثر من واقعة خلال هذا العام. نعم. وآخرها هذا المهرجان الذي استطاعوا من خلاله إقامة مهرجان موازي لفتوا إليهم نظر وكالات الأنباء العالمية، وفي نفس الوقت
استطاعوا يعني الإجهاض على الذكرى الأربعين لهذا المهرجان المهم. وأعتقد هي دي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للناشطين لاستعادة دورهم بعيدا عن العمل السياسي المنظم. نعم، هنا أيضا أستاذ ردئي نلاحظ أنه اختيار هذا التوقيت بالذات من قبل الحكومة الإريترية لإقامة مهرجان احتفالي ضخم في مكان هو رمز لأكبر مأساة حدثت على مستوى أو الوضع الإريتري الراهن تحت ظل هذه الحكومة، وهي مأساة فقد أكثر من 300 إريتري غرقا في لامبيدوزا. ما دلالات هذا الحدث؟ لماذا هذا التضخيم مقابل مأساة بحجم الضخامة هذه؟ يعني كيف تقرأ أنت هذا التحرك؟ والله يا أخي تحرك النظام كان يعني لفت الأنظار لاتجاه ثاني، يعني داير يوري إنه الجماهير لسه معاه. نعم. وإنه بدل إيطاليا تكون رمز اللجوء والغرق نعم. داير يلفت، يعني داير يوري إنه لسه عنده جماهير وممكن داير يوري قوته. نعم. لكن في نفس الوقت النظام ورى، يعني كان يوضح فشله كمان. نعم. يعني المهرجان كان يعقد في بولونيا لأنه إريتريا كانت تحت الاستعمار، وحتى المناطق المحررة كانت مهددة من الطيران الإثيوبي، فلذا الناس كان بتعمل المهرجانات الضخمة هذه في الخارج. وبولونيا يعني كانت السنتر بالذات الجبهة الشعبية. يعني كان في مهرجانات ثانية مثلا المهرجان اللي كان يعقد في كاسل، بس ما بالضخامة دي. فالنظام ما عمل مهرجان في بولونيا لفترة طويلة، وهذه كانت يعني إنه الناس ما قاعد تمشي إريتريا وداير يوري قوته واسمه، لكن فشل فيها لأنه الناس اللي جات تتظاهر ضد النظام تقريبا أكثر من الناس اللي موجودة داخل اللي مشت عشان تحتفل بهذا المهرجان. نعم. يقال أيضا أنه كانت خطوة غير محسوبة حشد لها يعني وزير خارجية وممثلين عن الحكومة يماني جبرآب وغيره، ومقابل عدد نفخر به من الناشطين. ما كانت يعني هل كان فعلا يتوقع أن يأتي عدد ضخم من المشاركين؟ كيف كانت حساباتهم برأيك؟ النظام قرأته للواقع طبعا دائما غلط، فما أتوقع إنه يكون في تظاهر بالضخم هذا. لو كانوا يتوقع إنه الناس هتجي بالكمية دي وتتظاهر ما كان عمل المهرجان ده. إذا تقديره لحجم المعارضة الموجودة في الداخل كان ضعيفا. تقدير يعني قراءتهم للواقع الإريتري عامة غلط، يعني ما قراءة صحيحة. حتى قراءته للناس المؤيدين له ما كانت صحيحة. يعني الناس اللي مشوا أعداد قليلة، يعني كانوا متوقعين 15,000. نعم. ولو شفنا الحضور ما يجي 1500. نعم. يعني قراءة غير صحيحة. أيضا على نفس الصعيد أستاذ جمال، يعاني النظام الآن من ضغط قوي من قبل منظمات المجتمع المدني، الناشطون الحقوقيون، منظمات شبابية. من أشهرها كان الشباب الذين نظموا حملة لا للعبودية تحت اسم الخدمة الوطنية، وتبلورت أخيرا فيما حدث في جنيف في حضورهم ومشاركتهم في دورات مجلس حقوق الإنسان التي عقدت مؤخرا والتي أبلوا فيها بلاء حسنا. كيف ترى أنت إلى هذا المأزق الذي يعيشه النظام في أكبر حرج دولي وما زال يحاول أن يغطي على الحقيقة في نفس الوقت؟ نعم. فاتني في البداية أيضا قبل أن أجاوب على هذا السؤال أن أرحب وأسلم على صديقي عيبو في لندن. النظام الإريتري كما وصفه واحد من المحللين المصريين أنه النظام لا يضع أي قيمة وأي وزن للمجتمع الدولي وأي وزن لأي حركة شعبية، سواء كانت حركة شعبية إريترية أو مدنية
عالمية، فدائما يستهجن مثل هذا السلوك. وده رأيه في مراسلين بلا حدود، في بيت الحرية، في أمنستي انترناشونال والى آخره. إلا أنه هذا الرأي المكابر، إذا استطعنا يعني توصيفه بشكل كويس، بدأ يتمرق يعني على التراب، لأنه سيدة واحدة مثلا استطاعت أن تلفت نظر العالم لمأساة عشرات الإريتريين المحتجزين في جيبوتي مثلا. السفير الإريتري في جنيف كان مرسل من قبل الحكومة الإريترية، حاول بقدر الإمكان يستعمل سلطاته كصوت سفير لقمع الصوت الآخر، ولكن تصدى له المجتمع الدولي. وطلع صفر اليدين. أعتقد أنه يعني بدأ النضال المدني الإريتري يعني يؤلم النظام بشكل مباشر. سيظل طبعا لفترة يكابر، لكن هذه المكابرة سوف لا تستمر أكثر من ذلك، لأنه وقائعها هتبقى مؤلمة، خاصة وأنه إريتريا مسلط عليها سيف القرار 1907 وهو القرار القاضي بفرض العقوبات. هذه الجهود الدولية وإن كانت بطيئة في شكلها، لكن في النهاية ستؤتي وكلها بالتأكيد وستؤلم النظام. وأصلا هو ككل الأنظمة يكابر حتى اللحظة الأخيرة، حتى لحظة السقوط. لكن أعتقد أنه الآن متألم فعلا. ومن هنا في بعض التحركات الغير علنية الآن لمحاولات خلق حركة شبابية مناهضة للحركة الشبابية الاحتجاجية التي بدأت تنتظم الآن بشكل كبير ومتنامي في أوروبا، خاصة من في أواسط الشباب، سواء كانوا هربوا من النظام أو الذين ولدوا وترعرعوا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أنتقل هنا إلى الأستاذ ردئي هنا في لندن. أستاذ ردئي، بالفعل هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع نتيجة للحراك الشبابي، نتيجة للحراك الذي يقوم به ناشطون ومنظمات مجتمع مدني بدأت يعني تنشط بشكل قوي في الفترة الأخيرة، ونتائجها يعني أصبحت ملموسة من خلال نتائج مؤتمر جنيف، والآن مهرجان بولونيا، وهذه الضربة القاسمة التي وجهها هؤلاء الناشطون للنظام وممثلي. أريدك أن تعكس لي على واقع المنظمات المدنية، منظمات حقوق الإنسان والناشطون على الأقل هنا في لندن. شكرا. منظمات حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمجتمع المدني يعني قدرت تنسق أعمالها في مؤتمر جنيف اللي فات، وفعلا أنجزت الكثير. وفعلا هم اللي كانوا الناشطين اللي كانوا دبلوماسيين في جنيف وليس مندوبي النظام. وفعلا انجزوا الكثير، وده طبعا تناولته كل وسائل الاعلام العالميه. والاكبر انجاز تقريبا كان هي اقامه لجنه التحقيق اللي مكونه من 3 أنفار يعني. وده طبعا أود أن أشكر الحكومة الصومالية والسفير الصومالي بالتحديد لتبنيهم هذا الموضوع. الشيء اللي قدموه كان مبني على المادة 19 من حقوق الإنسان، واللي هي بتقول لكل شخص الحق في الحرية والرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستغاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة. حق مهم من حقوق الإنسان. بالتأكيد. وده حيفتح مجال إنه منظمة حقوق الإنسان العالمية أن تتحرى يعني الناس المساجين ديل كلهم يعني لازم يتقدموا لعدالة، ولا كمان النظام حيكون معزول أكثر من هو معزول حاليا. وده إنجاز كبير بالتأكيد. طيب أستاذ ردئي، ما هي العوائق أو المعيقات التي تعيق عمل المنظمات الحقوقية؟ هل ما زلنا نرى
رغم الفعالية الموجودة، لكنها ما زالت محصورة على أفراد معينين أو أشخاص معينين. كيف يمكن أن تستوعب أكبر عدد ممكن من الناشطين؟ برأيك يعني ما هي العوامل التي تساعد على تنشيط ودعم منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؟ والله المجتمع حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين ومنظمة المجتمع المدني يعني قاعد تعمل عليها، يعني أنجزت إنجازات كثيرة. نعم. لكن المشكلة إنه ما في معارضة تستفيد من هذا العمل. تقصد معارضة مسيسة يعني لتنظيمات سياسية يعني أوكي. أنت لما تمشي تقابل بالذات المسؤولين يعني المسؤولين الأوروبيين بالذات. نعم. من خبرتي يعني أول سؤال يسألوك هو ما هو البديل؟ نعم. اوكي، ما هو البديل؟ فبالتالي منظمات حقوق الانسان لازم تنسق اعمالها بالتنظيمات السياسيه. لازم يكون في تنسيق بينهم، يكون في تنسيق ويكون في ضغط على التنظيمات السياسيه الاريتريه، يعني توري ان هي البديل. نعم. يعني هسي ما في بديل ملموس تقدر تقدمه. نعم. نعم. ودي مشكلة وفي نفس الوقت برضو في بعض منظمات حقوق الإنسان ترى إنه هي البديل. نعم. ودي في حد ذاتها مشكلة كبيرة يعني. نعم. كيف ممكن توضح لي يعني كيف مشكلة؟ يعني منظمات حقوق الإنسان نعم لا يمكن أن تكون بديل للنظام. أوكي؟ لأنها لا تتبنى خطاب سياسي أو غيره. نعم. أوكي؟ نعم. وحتى دعمها يكون دعم محدود مثلا. نعم. أوكي؟ دعمها يكون دعم إعلامي، دعم مادي بسيط، لو في يعني أكثر المنظمات الحقوقية ما عندها دعم يعني يعني الناس بتسافر وتعمل حاجات من جيبها. اوكي، لكن لازم يكون في دعم معارض قوي. نعم. اوكي، ويطالب المجتمع الدولي انه يدعمه. نعم. 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 انتقل هنا الى استاذ جمال. كيف ترى إلى التنسيق كما يقول الأستاذ ردي أنها تفتقر يعني رغم دورها ورغم ما تقدمه هذه المنظمات وهؤلاء الناشطون إلا أنهم يفتقرون إلى الدعم المقابل من تنظيمات سياسية تنسق معهم؟ هل من الضروري أم أن الدور منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني هو الآن أكثر مطلبية على مستوى المشهد السياسي؟ كيف تراه أنت؟ الأخ عيبو يعني أشار لنقطة مهمة جدا، وهي إنه بعض المنظمات المدنية، خلينا نسميها المدنية أو المثقفين الإريتريين الأكاديميين، في لحظة من اللحظات حسوا إنهم البديل في جو عام توجد فيه معارضة الآن، المعارضة السياسية المنظمة أنا قصدي، أو فصائل المعارضة الإريترية بشقيها المجلس والتحالف، إنهم البديل لها، ويبدو أنه وجدوا بعض التشجيع عشان ينطرحوا كبديل، وهذا أبعدهم أولا من يعني مهمتهم الأساسية كمنظمات مدنية وكمثقفين وحقوقيين، إذا اعتبرنا هذا الكلام إنه في منظمات حقوقية كبيرة مثلا في إريتريا. وثانيا إنه لا يمكن أن تقتنع بهم الدول كقوة سياسية بديلة، يعني لأنه هذه منظمات ذات طبيعة وعمل مختلف تماما عن العمل السياسي المباشر واليومي. أنا أعتقد يعني البداية الآن، يعني هذه الضربات الموجعة التي تم توجيهها للنظام لو مشت بشكل منسق أكثر، أعتقد سيكون عندها دور مهم للمرحلة الجاية، وفي نفس الوقت ستعزز من قدرة هذه المنظمات والناشطين المستقلين والمثقفين في الإمساك بدورهم بشكل يعني حقيقي وتوجيه الضربات المهمة للنظام. أما منظمات المجتمع المدني والله كونه تطرح نفسها كبديل طبعا ما ممكن، وأيضا هي
ليس بالضرورة. ولكن هي لا تطرح نفسها كبديل. هل هي تطرح فعلا نفسها كبديل، أم أنها ترى أنها تستطيع أن تلعب دور أكثر فعالية في مسألة نشر الوعي والمطالبة بالحقوق، ولأن المداخل إلى حقوق الإنسان هي مداخل مدنية أكثر من ما هي سياسية؟ ألا ترى؟ ويجب أن لا تكون يعني أن تطرح نفسها كبديل سياسي. نعم. لأن المعارضة الإريترية غايبة، أو المعارضة الإريترية في كثير من الساحات غير موجودة. نعم. وبالتالي بتشوف نفسها، بتحمل نفسها مسؤولية أكبر من المسؤولية الأساسية بتاعها. أرجع وأقول إنه ليس بالضرورة أن تنسق يعني مع القوى السياسية بشكل مباشر، لكن هي تكمل، هي تقوم بدورها، ودورها طوالي حيكون مكمل للعمل السياسي المنظم اللي بتقوم به أو يفترض أن تقوم به القوى السياسية الإريترية. الغريب في الأمر أنه كل ما يعني الجو الإقليمي والدولي إلى حد ما يكون مواتي، المعارضة الإريترية قاعد تكون غايبة عن هذا المشهد لأسباب أنا ما بعرف نفصلها كيف. لكن على كل حال منظمات المجتمع المدني الآن أنا أعتقد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح. بس في ملاحظة مهمة جدا، أنه كثير من الناشطين والحقوقيين هم منذ يعني من خلفية سياسية، يعني خلفيتهم خلفية تنظيمية سياسية، سواء كانوا في جبهة التحرير الإريترية أو في الجبهة الشعبية أو أي تنظيم آخر كان موجود. وبالتالي هذه الخلفية بدأت تؤثر عليهم في علاقاتهم ببعض وفي طريقة تقديم نفسهم للآخرين. يجب أن يتخلصوا من هذا العبء السياسي القديم لكي يستطيعوا أن يلعبوا دورهم. هذا ما يمكن أن نقوله. نعم بالتأكيد. أستاذ ردئي، برأيك كيف يمكن تأطير الشباب وجمعه حول يعني مثلا شعار عريض في التخلص من هذا النظام والسعي إلى نشر الوعي ضمن هذه المجموعات الشبابية بحقوقها وبدورها وبإمكانية المساهمة في المرحلة القادمة؟ كيف يمكن أن نفعل ذلك إذا كان الخطاب السياسي لم يعد يغريها؟ حتى الخطاب الشبابي في منظمات شبابية كثيرة هذه الأيام يعني، ومبنية على أسس ما صحيحة. أوكي؟ يعني فعلا هم ضحايا النظام وضحوا بأشياء كثيرة. أوكي؟ وحتى وصولهم هنا كان طريق شاق، وخلى أصحابهم في الصحراء وفي الميديترينيان وكذا. لكن بعد ده كله في يعني مع إنه جو بنفس الطريقة وهاربين من نفس النظام وما أعرف يعني بتلقيهم اختلفوا في أشياء ما المفروض ما يختلفوا فيها. أوكي، ونشوف خلافاتهم بقت أحد من الخلافات التنظيمية. مثل ماذا يعني؟ لو أخذنا يعني فكرة بسيطة. يعني مثلا خلافات مثلا هذه عقدوا مؤتمرا في أديس، ونحن معه نأخذ لا نقبل التدخل الإثيوبي، وهذا من هذا الإقليم وهذا من هذا الإقليم. يعني مشاكل يعني المفروض ثانوية، لو حتى ثانوية كثيرة عليها. يعني ودي مشكلة. والمشاكل الثانوية والمشاكل ممكن نقول مشاكل يعني أصلا مخلوقة للاختلاف، يعني ما عندها بيز، ما عندها وزن. أوكي؟ ودي قاعد تخلي شباب ما يتأطروا مع هذه المنظمات الشبابية، لأنه ما يتفقوا مع الأشياء اللي موجودة في الواقع. فبالتالي يعني لازم يكون في تنسيق لتحقيق حاجات معينة. اوكي، زي مثلا بولونيا. بولونيا لو كان مثلا فئة تبنت التظاهر هذه، فئة ثانية كان حتقيم. اوكي، لأنه كانت لجنة مستقلة وبس يعني قامت من أجل هذا التظاهر لهدف واحد، يعني وتظاهر نجاح يعني. أوكي؟ فلازم يكون في عمل مشترك، ويجددوا فيهم ثقتهم في بعض، وينطلقوا من هذا يعني بشكلها الحالية لا يمكن أن ينسقوا. لازم يكون في عمل مشترك. أستاذ جمال، هنا
تجاوز هذه المعيقات، وهذه التي أنت كمان لمستها بأن قلت أنهم يأتون من خلفيات متعددة وغيرها. ما هي العوامل التي تساعد على تجاوز هذه المعيقات وتساعد أيضا على جمع الشباب وتأطيرهم بشكل أفضل؟ أنا ما عندي حقيقة، يعني ما عندي وصفة جاهزة الآن أقولها، لكن أقول إنه يعني أي فئة شبابية بتشوف الطريقة الأنجع في مواجهة ومقارعة هذا النظام إذا أطرت نفسها، بالتالي المرحلة الثانية مرحلة التنسيق هنا وهناك ممكن تتم، قد تخفق هنا وتنجح هناك، لكن ممكن تخفق. لكن خلي كل منظمة تقوم بمعزل عن الفئة الأخرى بالشكل الطبيعي، دون أن تتغول يعني منظمة على أخرى أو مجموعة شبابية على مجموعة شبابية أخرى أو إلى آخره. عندنا مشكلة أساسية وهي لازم نأخذها في الاعتبار دائما، أنه تجربتنا في العمل المدني ضعيفة جدا، والآن في بداياتها. السياسي طوال السنوات الفاتت كان يتغول على كل شيء، فهو الصحفي وهو المدني وهو يعني الرئيس بتاع اتحاد الشباب والرئيس بتاع اتحاد العمال وإلى آخره. وبالتالي هذا أضعف من تجربتنا فقط كانت يعني في العمل العسكري والعمل التنظيمي، والتنظيم كان يقوم بكل شيء. الآن طلب من الناس دون خبرة سابقة يعني العمل في منظمات أو في أشكال أكثر فعالية في هذا العصر الحديث كمنظمات المجتمع المدني، ونحن لم نكن مؤهلين أو نملك سابق تجربة، وبالتالي قاعدين نخفق هنا وهناك، وأحيانا هذا الإخفاق هنا وهناك قد يبث حالة من الضعف النفسي ويعني ومتعب الآخرين. لكن لو أخذنا كل الأشياء دي في الاعتبار أعتقد حننجح. خلي المنظمات تقوم كل بمعزل عن الآخر، كل يقوم بدوره، وبعد ذاك عمليات التنسيق هنا وهناك ممكن. يمكن أنا أشرت لدور بتاع سيدة واحدة استطاعت تلفت نظر وتحل مشكلة. أعتقد نتخلى عن دور الذهنية الحزبية والذهنية التنظيمية الشمولية، لأنه كلنا قاعدين نحمل جزء من هذه الذهنية الشمولية يعني في أذهاننا، وبالتالي الكل دارين إنه نحن في بوتقة واحدة. ما ليس بالضرورة أن يكون الكل في بوتقة واحدة، خلى يزول يقوم باللي يقدر عليه، بعد ذاك عمليات التنسيق بتتم بشكل عالي وبشكل طبيعي كل ما احتجنا إلى ذلك. في هذه النقطة وأنا ما زلت معك، أنتقل إلى محور آخر وهو دور الإعلام. وعندما نتكلم عن دور الإعلام ونحن في المهجر نقصد به غالبا الإعلام يعني الإلكتروني اللي هو صفحات الإنترنت الموجودة وهي كثيرة، والسوشيال ميديا مثل الفيسبوك والتويتر وغيره. هذه أيضا إلى حد كبير هي إحدى العوامل التي تساعد على رفع الوعي والتأطير والتواصل وغيره، ولكنها أيضا أصبحت مجال لصراعات أخرى من نوع آخر. أنت كإعلامي وكصحفي ومشرف على موقع عدوليس، إلى أي مدى استطاع الإعلام الإلكتروني في العمل الوطني المعارض أن يكون فعالا؟ دون الدخول في عمليات تشخيص يعني بشكل دقيق، إلا أنه أستطيع القول أنه أمامنا فرصة أكبر لفضح النظام، أمامنا فرصة أكبر لإيصال صوتنا. فقط نحتاج أولا إلى أنه نحترف هذه المهنة. يعني هذه المهنة نحن بنتعامل معها بشكل سياسي حتى الآن وليس بشكل مهني. يعني نتعامل مع الخبر بشكل سياسي، نتعامل مع الحدث بشكل سياسي. هذا لا يوصلك إلى نتيجة إذا ما استخدمت القاعدة الذهبية اللي بتقول مثلا الخبر مقدس والرأي حر. نحن لازلنا نخلط ما بين الخبر وبين الرأي، ما بين التحليل وبين التحقيق إلى آخره. نحتاج لمزيد من التدريب ومزيد من الدراسات، كل حسب قدراته في تطوير ذاته وتطوير أدواته الإعلامية لكي يلعب فعلا دور أساسي. يعني هذا العالم لا يمكن أن ينتبه إليك وأنت تكتب خبر يعني بشكل ما عنده أي علاقة بأصول
كتابة الخبر، لا يمكن أن ينتبه ليك وأنت تكتب إنشاء يعني، لا نعم يمكن أن ينتبه ليك وأنت لا تستخدم لا الرقم ولا الإحصاء ولا المعلومة يعني. نعم هذا نحتاج له. ثانيا أعتقد أنه التنظيمات السياسية الإريترية أيضا لعبت دور كبير جدا في تخريب هذه الأداة اللي كان المفروض يعني تستخدم بشكل جيد، لأنه أغرقتها في مشكلاتها، نعم أغرقتها وجرت عدد كبير منها إلى إنه أجنداتها تبقى الخاصة. جزء من الصراع. نعم ودي مشكلة يعني. لو الليلة عملت إحصاء سريع لما ينشر الآن بالتقنية أو العربي بتجدي إنه المشكلات الخلافية والصراعات التنظيمية يعني تحتل مساحات واسعة جدا في هذه نعم المواقع الإريترية. على الصحفيين الإريتريين أن يبذلوا قصارى جهدهم. أعتقد الإمكانية موجودة في أن يدربوا أنفسهم ويستفيدوا من الخبرات اللي تقدمها المنظمات ومجانا في سبيل تطوير هذه الأداة، وهي الأداة الأكثر فعالية أعتقد لمقارعة النظام ولتخويفه، لأنه النظام بيعا جهيته بيستخدم يعني أموال طائلة في سبيل تحسين صورته في نعم الخارج، نعم وهذا إنما يدل على معرفته تماما نعم بدور الإعلام وخوفه من هذا بالتأكيد الإعلام. بالتأكيد. أنتقل هنا إلى أستاذ ردئي. أستاذ ردئي، الإعلام الإريتري المعارض له دور ولعب دورا فعالا إلى حد كبير رغم الإشكاليات التي مر عليها الأستاذ جمال حمد. ومن ضمن هذا الإعلام كأداة هناك وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر خاصة. وكناشط أنت في مجال حقوق الإنسان ومتواصل على هذه الشبكات، كيف ترى إلى دورها؟ السوشيال ميديا لعب دور كبير يعني في تغطية الشباب وتناول الأخبار والمعلومات زي ما قلت، كمان لتنسيق مظاهرات أو اجتماعات وكذا. لكن في نفس الوقت بتفق تماما مع الأستاذ جمال. فعلا يعني الحاجات اللي بتتكتب في المواقع هذه أغلبيتها هي هذا يعني كلهم في معارضين، لكن بيضيعوا وقتهم في المهاترات. نعم اوكي، يعني يكون في المستفيد يكون هو النظام. نعم يعني حراك شبابي معين يكون مقوم حملة ضد حراك شبابي ثاني. نعم وهذا يستخدم منه النظام. نعم يعني لازم يكون في مسؤولية من الناس مستخدمين الناشطين على السوشيال ميديا. الناشطين والمشرفين على هذه نعم الجروبس والويب سايتس. لازم يكون في هل هذه حتفيد المعارضة أو النشاط السياسي الإريتري اللي قايم ضد النظام أو حتضره. نعم لازم يكون في يعني إدارة كويسة يعني. نعم هل الشيء ده حيفيد ولا حيضر؟ نعم أوكي؟ نعم ودي معلومة تماما. نعم أوكي، يعني بالتأكيد. كل واحد داير يكبر قومه. نعم نعم هي ذو حدين يعني، سلاح ذو حدين. أترك لك الكلمة الأخيرة أستاذ ردئي في هذا اللقاء الذي أشكرك جزيلا على قبول الدعوة فيه، ومن ثم أنتقل إلى الأستاذ جمال. فكلمة أخيرة تود أن توجهها، ماذا تقول في نهاية اللقاء؟ لازم يعني يكون في تنسيق، ولازم يكون في يعني الناس لازم يكون عندها برامج معينة تشتغل لإنجاحها. عمل المعارض يعني في الأيام هذه يعني ما شوية، يعني في عدة منظمات، في عدة تنظيمات، في حراك غير عادي. نعم وينقصوا التنسيق. نعم اوكي، وينقصوا المنهج. يعني ما في منهج، عملنا ما ممنهج. نعم نعم اوكي، فلازم يكون في استراتيجية واضحة وكلنا نعمل لتحقيقها. نعم نعم والعائق في هذا هو شنو؟ كل واحد شايف انه هو اللي حيجيب التغيير، نعم. ولا هو اللي قادر على التغيير، وفي تصغير الاخر. نعم اوكي، ولا معارضة الاخر. ولو ما بطلنا الحياة هذه يعني ما التغيير يعني حياخذ زمن اطول. نعم نعم والضحية هم الشباب والشعب الإريتري في الداخل. ولازم يعني نحط نفسنا في محل الناس اللي موجودة في إريتريا.
نعم بالتأكيد. لأنها موجودة في معسكرات اللاجئين وفي في الصحاري وفي البحار. نعم. لازم نحط نفسنا في مكانهم، أوكي، وما في زمن يعني. نعم بالتأكيد بالتأكيد. أستاذ جمال، كلمة أخيرة لك أيضا. أنا أتفق في الكلام الأخير اللي قاله، وحأخذ في قالب أو ألمه وأقول إنه نحن شعب ناضل 30 سنة، شعب قوي. نحن الآن في كبوة، والكبوة سوف لا تستمر. فقط نحتاج خلال هذه المرحلة لإعادة النظر في كثير من المفاهيم والأسس الفكرية والسياسية التي سادت خلال 20 سنة اللي فاتوا، اللي هي كانت من مخلفات مرحلة التحرر الوطني الإريترية. يجب أن نتخلص من هذه المفاهيم ونعيد النظر. أعتقد حركة 25 نعيد النظر في كل شيء. زي ما قال عيبو إنه التحالف لغاية قريب كان بيعتقد نفسه إنه هو الوحيد اللي حيأتي بالتغيير، لكن حركة 21 يناير قلبت المفاهيم. وأعتقد الآن نحتاج لأنه نعيد النظر في كل شيء لكي يشترك الجميع، كل حسب مقدرته وكل حسب دوره لإريتريا الغد. لأنه بعد كده أيضا في إريتريا كل حيعيش حسب دوره وحسب مقدرته وحسب يعني وحسب ما تتيح له الحرية. وبالتالي نحتاج لإعادة ترميم لكل شيء بما فيها المفاهيم القديمة السادت خلال 10 سنوات اللي فاتت أو اللي كانت قبلها. نحتاج لمشاركة الجميع من أجل الجميع ومن أجل وطن حر وديمقراطي. أكيد أكيد. نتمنى أن يلتئم يعني الجهد والتنسيق كما يقول الأستاذ ردئي، وأن نصاعد من عملنا بشكل أفضل في سبيل دفع عجلة التغيير إلى الأمام. في نهاية هذا اللقاء أشكر لكما حضوركما معي اليوم الأستاذ ردئي عيبو من لندن، ناشط في مجال حقوق الإنسان، والأستاذ الصحفي مدير موقع عدوليس جمال عثمان حمد. أشكر لك حضورك معنا وإضاءتك التي قدمتها في هذا الحوار. شكرا لكما. شكرا أستاذ عمر. شكرا لك، وشكرا للزميل الذي رافقني بالجهة الأخرى، وشكرا للمستمعين الكرام. شكرا لك. شكرا أستاذ جمال. تحياتي. شكرا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونرقص بين
شهيدين نرقص بين شهيدين نرقص بين شهيدين نرقص بين شهيدين ونرقص بين شهيدين ونرقص بين شهيدين ونرقص بين شهيدين ونرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا ونرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا أو نخيلا نخيلا ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيم لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيم ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا نهارا جميلا 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 نهارا جميلا 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 نهارا جميلا ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو ونحصد حيث أقمنا قاتلا وننفخ في النار لون البعيد البعيد ونرسم فوق تراب الممر صهيلا ونكتب أسماءنا حجرا حجرا أيها البرق أوضح لنا الليل أوضح قليلا أوضح قليلا أوضح قليلا أوضح قليلا أوضح قليلا أوضح قليلا أوضح صوت المنتدى.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة صوت المنتدى لهذا المساء. نشكر حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم مساء السبت بمشيئة الله. دوموا بخير.